السلام عليكم حبايبي، رجعنا لكم وياكم محسون بفيديو جديد من مطبخ سفرة عراقية. راح نسوي معكرونة بالبشاميل. هاي الأكلة المحبوبة، كبار وصغار يحبون ياكلوها، مغذية وصحية. تابعوني خطوة بخطوة على مود تتعلمون تسووها، وإن شاء الله تعجبكم، وهي كلش طيبة. يعني أنا سويت هذا الطبق لأن راح أسوي نوعين، نوع معكرونة قسمين، قسم معكرونة بالبشاميل وقسم باذنجان همينة بالبشاميل. وإذا كنتوا تتابعوني وعجبكم الفيديو دوسوا على اللايك، ولا تنسون تفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل فيديو جديد أقدمه من أكلات وحلويات. تابعوني. أول خطوة راح نحط معكرونة بالمي المغلي، ويا خاشوقة من الملح. لازم المي مغلي، ونحط المعكرونة عليه ونعوفه شوية ونرجع عليه نشوفه شلون صار. طبعا بهاي الأثناء راح نسوي الحشوة اللي نحطها طبقة وسطانية، اللي هي لحم مثروم. هذا عندي نص كيلو بطاوة حارة بدون زيت. راح أحط عليها نص كوب من المي، راح أعوفها تنسلق. طبعا صحية بدون زيت، ما راح أستعمل بالقلي الحشوة وأعوفها. هاي عفت المعكرونة شوية 10 دقايق، ما أعوفها تنهري هواية بالسلق، نص سلق يعني تقرط شوية. بعدين راح تكمل استواء بالفرن، وأنزلها راح أصفيها. هاي من بعد ما عفت اللحم 10 دقايق، يعني المية امتصة كل اللحم، وراح أحط عليه هسه البصل المثروم. هنا بصلايتين مثرومات ناعم، أخلطها ويا اللحم وأقلب المواد سوية. هنا راح نحط خاشوقتين من المعجون، خاشوقتين كلش كافية على هذه الكمية، ونقلبها سوا حتى تطلع المادة الحافظة من عندها المعجون. نقلبها زين وياها. من بعد ما قلبنا المعجون ويا اللحم والبصل ونحمس زين، راح نحط عصير طماطة، عصير طماطة مبروشة خلي عليه، ونقلب هاي المواد سوية. ما نحط مية هواية، ولا تنسون اللايك والمتابعة. إن شاء الله تعجبكم هذه الأكلة يا ربي، بس تابعونا للأخير. هاي الخطوات خطوة بخطوة. هنا بنحط مية هواية للخليط على مود ينشف. هنا راح نحط نتبلها ملح وخاشوقة من الملح وخاشوقة من الشكر والفلفل الحار المثروم، أو إذا تحطين بهار فلفل عندك عادي، وخاشوقة وحدة من الخل الأبيض. هاي راح يتعادل الطعام ويا الطماطة ويا عصير الطماطة، وراح يعطيها طعم حلو طيب. لازم هذه المواد اللي قلت لها التتبيلة يا هاي نفسها تستعمليها، ونعوفها شوية تغلي على مود يثخن اللحم. بين ما يغلي الصوص الأحمر راح نسوي الصوص الأبيض اللي هو البشاميل. نحط خاشوقتين أكل من الدهن يموع، وراح نحط عليه خاشوقتين من الطحين، يعني خاشوقتين دهن، وراح نحط عليه 3 خواشق من الطحين، خاشوقة مال أكل نستعمل يعني كبيرة. ونقلب هاي سوية الطحين والدهن حتى يروح طعم الطحين. قلبه زين. هذا صوص البشاميل كلش طيب، أفضل تسوي انت بإيدك. أكو هو جاهز بالأسواق، علب يعني صغيرة شياسة، بس كمية صغيرة
لا هنا هاي زين الكمية تكفي. راح نتبله من بعد ما الطحين ويا الدهن زين، راح يعني نسهى. راح نتبله هاي ملح وفلفل أبيض، وإذا ما عندك فلفل أبيض فلفل أسود، ومكعب مرق، مكعب الدجاج هذا تحطيه، وإذا ما عندك مو ضروري يعني المكعب، كلش كافي الملح والفلفل الأبيض. خليه نتبله. هاي من بعد ما خلطنا الطحين ويا الدهن لازم نخلطه زين. وهاي الفلفل الأسود نتأكد نخلط التوابل زين. وهنا عندي حليب، 3 أكواب من الحليب الدافي، مو حار ولا بارد، لا 3 أكواب من الحليب الدافي. نحطه شوية شوية ونخلطه على مود لا يتكتل. أثناء يعني الخلط نخلط بيه زين، منعوفة راح يتكتل الخليط شوية شوية. وندير الحليب الدافي، هي هاي 3 أكواب كلش كافي. ونظل نخلط بيه إلى أن يسخن، شلون يعني يصير خليطة على نار متوسطة. نحطه يصير الخليط شلون المحلبي، منعوفة يسخن هواية، شلون المحلبي. نظل نخلط بيه إلى أن يصير. هذا مهم يعني عندك هاي الطبخة ضروري عندك الصوص الأحمر اللي سويناه، وهذا الصوص الأبيض صوص البشاميل، يعني هن الأساسيات بالطبخة. بهاي الأثناء احنا دا نشوف اللحم يعني تقريبا استوى. نعوفه شوية ينشف، هواية هنا خفيف، راح نعوفه إلى أن ينشف السائل مالته. هاي من بعد ما حضرنا المواد كلها صارت عندي جاهزة. هنا عندي باذنجان مقليته حلقات، كلها صايرة جاهزة عندي المواد. راح نحط من صلصة البشاميل شوية بالبايركس الأدج، وراح نحط قلتلك أما تسوي كله البايركس كله معكرونة تحطيه، لا أنا إيش راح أسوي نص من المعكرونة، مو كل هالكمية حط، يعني البايركس مو كله راح أسوي معكرونة، نصين، أو إذا أنت تحبين سوي كله معكرونة الطبقة الأولى. هنا عندي هذا باذنجان، راح أنوع البايركس القاعدة، نص معكرونة ونص من الباذنجان الحلقات اللي مقليته أني حسب الأذواق، يعني شو تفضلين تسوي كله الطبقة الأولى باذنجان، سوي كله طبقة باذنجان القاعدة الأولى، أو كله تردين تحبين معكرونة، يعني حسب الرغبة انت ايش تفضلين. بس هو ويا الباذنجان كلش طيب يطلع اللحم والبشاميل، هم ويا المعكرونة هم قاصر كلش طيب، يعني ويا اثنين. فاحنا انا حبيت انوع، وقت يمك الاختيار. هاي ورا ما سوينا طبقة وحدة متساوية، راح ندير عليها الصوص الأحمر اللي كمل، كله طبقة وحدة، كله راح نديره نساوي طبقة وحدة، نحطه بكل الجوانب نساويه. هاي ما عفنا ينشف حيل ولا خفيف حيل، يكون قوامه وسط. يعني هاي الكمية أني يعني تكفي عائلة كبيرة، يعني من 6 أشخاص تكفي هواية، يعني صارت عندي هاي. وهنا راح نحط الطبقة الثانية، شوية من البشاميل نحطه على اللحم، وراح نحط الطبقة الثانية يعني راح نكرر العملية نفس اللي سويناها.
نص على المعكرونة ونص على الباذنجان. يعني بايركس واحد سويت بيه طعمين، سويت بيه طعمين، طعم المعكرونة وطعم الباذنجان. هاي راح أرتب الباذنجان البقى عندي طبقة ثانية. هنا راح أخلي طبقة البشاميل. من أوصل هاي المرحلة راح أدير كل البشاميل اللي عندي كله، أسوي طبقة فوقها كله، أساوي كله، ما أخلي مكان ما بيه، أديره كله. شوف البشاميل ورا ما صار يعني قوامه وسط، لا هو ثخين ولا هو خفيف. وهنا راح ندير عليه فوق جبن، أي نوع من الجبن اللي يذوب عندك يسيح بالفرن. عندك شيدر، تبرشي، موتزاريلا مبروش، أي جبن تفضلي أنتي، المهم يعني يسيح بالحرارة الفرن. هنا عندي أني موتزاريلا قطع استعملته، هم يسيح بالفرن. اكو يبيعون موتزاريلا موجودة بالأسواق، موتزاريلا قطع وانتي تبرشي أو تعوفي قطع. وهسه راح نشوي ونقدمه. هاي الشكل النهائي من بعد ما أخذ لون الإحمرار مثل ما تشوفين الوجه واستوى. وهذا الشكل النهائي، وإن شاء الله يعجبكم يا ربي وبالعافية. وإذا عجبكم، إذا سويتوا عجبكم الطعام واتبعتي نفس الخطوات كتبوا لي بالتعليقات. شوفوا شلون يعني هذا قدامكم شكل كلش مشهي. وبالعافية، مع السلامة.